السلام عليكم وسلام ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نبارطاجي معكم واحد العراضه. نهار الجمعه تجمعنا العائله، درنا كسكسو ووجدت شي شهيوات بغيت نبارطاجيهم معكم. اول حاجه غادي نبداو معكم باول شهيوه اللي وجدت، اللي هما دي ميني كيك معمرين بلا كريم ديال الفاني وكراميل. صراحه كيجيو غزالين بزاف. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو كاس ديال السنيده، كاس لا ربع الزيت، نص كاس ديال الحليب، 3 د البيضات، جوج ديال الفاني، جوج الخمارات، جوج كيسان ونص ديال الدقيق، دانيت، قبيصه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الخل، وثلاثه ديال الخنيشات ديال الكاكاو. الوغ هنايا في الاناء ديالي خديت البيض، ضفت عليه السنيده وضفت عليه الفاني، وغادي نطربهم مزيان كيف ما كتشوفوا. المهم تبارك الله راه كاملين كنعرفوا نصاوبوا الكيك، كلشي كيعرف يصاوب الكيك. هنايا ضفت الكويس ديالي ديال الزيت حتى هويا، وغادي نضيف البو ديال دانيت، ضفت عليهم نص كاس ديال الحليب، وضفت عليهم هنا الكميه كامله ديال الدقيق. المهم نتوما شدوا عباركم، راكم عارفين الدقيق كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. المهم نتوما راه القوام ديال الكيك راه باين، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف. هنا كيف ما كتشوفوا درت لي ساشي ديالي بثلاثه ديال الكاكاو. ضروري الكاكاو ديما كنقولها لكم غربلوه باش ما يعذبكمش في الخدمه. وابخي كتضيفوا المعلقه ديال الخل مع الخمارات، راه كيتفاعلوا كيعطيو واحد الفقاعات، وكيتنفخ الخليط ديالنا كتولي فيه واحد لا تيكستور مهويه، وحتى ملي كيطيبوا كيجيو رطبين وكيجيو هشاش من الداخل. المهم هنايا ديجا راني شعلت الفران. ملي بديت كنصاوب الكيك ديالي على 180 حتى 190 درجه من الفوق ومن التحت. لي ميني كيك راه دغيا كيطيبوا، يعني ما تغفلوش عليهم، لان لي مول راهم صغيورين فيهم شويه ديال العجينه، يعني شويه ديال لاباغي ديال الكيك. دونك ما تعطلوش عليهم بزاف باش ما يتحمروش لكم ويقصحوا وينشفوا. راكم عارفين الكيك الا تعطل في الفران كينشف ما كيبقاش زوين. المهم انا هنايا خرجتهم وهما باقين سخانين، كنسقيهم بالسيرو ديالي اللي درت فيه غير القهوه سريعه الذوبان والماء سخون. ما بغيتش نضيف السكر لان ديجا تبارك الله درنا كاس ديال السكر، وغادي نعمروهم بالكريم من الداخل اللي حتى هي غادي تكون شويه حلوه. فالمهم الانسان يحاول ما امكن ينقص شويه ديال السكر. هنا غادي ندوزو نوجدوا لا كريم ديالنا. خديت واحد الكاس كبير ديال الحليب، زدت عليه لاغوم ديال الفاني وديال الكراميل، وضفت ليه معلقه كبيره ديال المايزينا ودرتو فوق البوطه مع التحريك حتى عقد ليا الخليط ديالي بحال تصايبوا اون بيشاميل. صافي ابخي ضفت عليه الشوكولا بلون. المهم شوكولا بلون نتوما كيبقى على حسب الذوق، وضفت حك ديال دانيت، وضفت جوج معالق كبار ديال فيلادلفيا. اللي ما عندوش فيلادلفيا يقدر يزيد اي جبن عنده، اولا ثلاثه ديال ثلاثه المربعات الجبن اولا المثلثات اللي بغيتو نتومايا. الا ما بغيتوش تضيفوهم كليكم ما تضيفوهمش كاع. هنايا عمرت لك لي ميني كيك ديالي بعد ما بردوا. الخليط غادي تعمروا به هو يكون مازال سخون باش ما يشدش لكم، لان فيه مايزينا راه غادي يجمد. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى على حسب الذوق. انا وحدين زوقتهم هكا، درت عليهم شويه ديال الكاكاو، والاخرين درت فيهم هكا طريفات الشوكولا. وهذا الشيء اللي كاين غزالات ديالي، غير جربوهم راه كيجيو غزالين. بالنسبه لي ميني كيك ديالي غزالات راني وجدتهم لافي، يعني وجدتهم ليله قبل. ديما فيما تكون عندكم هكا شي عراضه ولا هذا اي حاجه غادي تقدر تقبط لكم اليد، من الاحسن انكم توجدوها ليله قبل وتهناو. وهنا بغيت نبارطاجي معكم حتى الخضيره ديالي، حتى هي راه قديتها هكا في البانيوات، ستفتها وصاوبتها وغطيتها حتى لا غد ليه باش منين نفيق نلقى كلشي واجد، ماشي عاد نبدا نقلب شنو عندي شنو ما عنديش. بالنسبه حتى للتقديه الا كنتو غادي تمشيو تقداو اولا خاصكم شي حاجه في كسكسو ولا شي حاجه تكون عندكم. انا نهار كتكون عندي شي عراضه ما تنبغيش نخرج من الدار، كنبغي كلشي يكون واجد عندي في الدار، غير نفيق نفطر نوجد راسي ندي ولدي الرود ديالو ونبدا ديك الساعات نوجد المسائل ديالي. وانا مهنيه يعني بلا ما نستريسي، بلا ما نقلب على اللي تسخر ليا ولا خصني انا نخرج نتسخر. المهم انا قاعده حاجه عندي هي هذه. المهم واحد الحاجه اخرى بغيت نبارطاجيها معكم بالنسبه للخضيره ديال الكسكسو، كتعجبني تكون صغيوره كيف ما شفتوا في الفيديو. كنجيب اللفت صغيور، كنجيب الكورجيت صغيوره وخيزو صغيورين، يعني غير كنقيهم ما كنقسمهم ما حتى شي حاجه، فكيجيو بنان تيبقاو قابطين حتى الشكل ديالهم، يعني ما تيتعجنوش في الطياب. والقرعه بيان سور الحمراء، بطاطا حلوه وبطيطه كنديرها لولدي، وبصيله ديالنا. وهنايا الكسكسو ديالي كنت درتو بالكتف، جبدتو باش يديكونجلا. وهنا
بغيت نبارطاجي معكم واحد لاستيوس اخرى بالنسبه للكسكسو. المهم انا عارفه بزاف الناس كيعرفوا يديروا الكسكسو تبارك الله، وكل النساء المغربيات ما شاء الله عليهم حادقات ومتولات. مي انا كنهضر مع هذوك الفئه اللي مازال ما كيعرفوش، يلاه تسوجوا يعني حتى واحد ما تزاد عارف. كلنا كنتعلموا مادامنا عايشين ومازال كنتنفسوا عايشين في الدنيا، حنا كنتعلموا. انا هنايا البلبوله ديالي كان عندي هنا كيلو ديال البلبولات الشعير، زدت عليها كيلو ديال الماء طايب في الاول، كندهنها كندير لها مليحه وكندهنها بشويه زويته، وكنكب عليها اطرو ديال الماء طايب، وكنغطيها وكنخليها تشرب. هاد ليطاب هادي ضروريه كتخلي البلبوله طيب لكم دغيا وكتربحوا الوقت. وتا بالنسبه للفوي كنبغي نحل بيه كسكسو لان كيحلوا ليا مزيان و ميم طون ما تنتحرقش. هذه حتى هي اعتمدوها عندكم. بلي زدت النصيب ديال الكسكسو ديالي اولا ديال البرمه ديال الكسكسو، درت فيها اللحم، البصله قطعوها كيف ما كان، يعني البصله واخا تكون طريفات كبار راه كذوب. زدت هنايا معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه كبيره سكينجبير، معلقه كبيره مع عمراش ديال الابزار مليحه، معلقه صغيره عامره مزيان ديال السمن والسمن الحور. يعني ردوا بالكم باش ما تكونش الطيبه ديالو مجاده، حيت ماشي كلشي الناس كيبغيو. صافي شحروا كل شيء مزيان. الا بغيتوا المريقه ديال الكسكسو ديالكم تجيكم لذيذه وتجيكم خاطره ضروري من التشحار، يعني شحروا مزيان. وبالنسبه للماء ملي تبغيو ترويو به ضروري يكون الماء غليان، لان الماء الا كان بارد درتوه على البرمه ديالكم وعلى اللحم وهو بارد كيكنزز لكم اللحم وما كيبغيش يطيب لكم دغيا. وحتى بالنسبه لواحد الحاجه اخرى بغيت ننبهكم ليها، مطيشه محكوكه حاولوا ما تضيفوه حتى تبغيو تضيفوا دوك الخضرات الاخرين اللي كيطيبوا بحال الكورجيت والكرعه ومطيشه، لان مطيشه محكوكه حتى هي كتعطل شويه الطياب ديال اللحم. بالنسبه للتفايه ديالي حتى هي بغيت نبارطاجيها معكم لانها اكسبريس. هنايا خديت البصله ديالي قطعتها شنايف، ضفت ليها الخرقوم، سكينجبير والبزار. ما تكثروش العطريه بزاف لان البصله كتدبل وكتولي قليله. الا كثرتوا العطريه غيجي داك الشيء مر بالعطريه. ضفت ليها شويه ديال الزيت ونص كاس ديال الماء. غادي نسد عليها، ما نخلطها ما والو، غادي نسد عليها الكوكوط نخليها واحد 10 دقائق ما كاملاش، غير تصفر الكوكوط ونحل عليها دغيا كتبل لكم، يعني ما كتاخذش لكم الوقت. هنا غادي نضيف لها واحد المعلقه معلقه صغيره عامره مزيان ديال القرفه، وغنضيف هنايا زليفه صغيره ديال الزبيب لان ديجا كنت مفزقه في الماء وغسلته مزيان عاد طفته. وغادي نضيف جوج ديال المغرفات ديال البلول، وغادي نضيف السكر. المهم السكر كيبقى على حسب الذوق. في هذه المرحله غادي تخلطوا مزيان وتنقصوا البوطه على يعني تخليوها هكا غير خفيفه، وتبقاو تخلطوا مره تطلعوا عليها وتخلطوها وتخليوها حتى توقف على ديك الزويته ديالها، يعني ما يبقاش فيها الماء، داك الماء كله غادي يتبخر وصافي. راه دغيا كتوجد. انا الغزالات ديالي الحمد لله بعد ما صلينا، راكم عارفين نهار الجمعه ضروري الانسان يصلي يقرا شويه ديال القران في دارو. صلينا، مشيت بدلت حوايجي، دوشت عليا، وهنايا دزت كنسقي من بعد ما رجعوا الرجاله من المسجد. دزت كنسقي كسكسو. انا ديما البرمه كنبقى شاعله ليها، واخا كنكون كنسقي وكنجبد منها الخضره كنبقى شاعله ليها، وديما كنهز الخضره هي الاولى من الفوق باش ما تعجنش ليا. عاد كنجبد اللحم. راكم عارفين كيفاش حنا كنسقيو الكسكسو ديالنا المغاربه كاملين كنديروا تسقيه وحده. كيف ما كتشوفوا الخضيره ملي كتكون هكا صغيره وما كتقسموها ما والو كتحافظ على البنه ديالها، وحتى الشكل ديالها كيبقى زوين. يعني الحطه كتجي تبارك الله ماويه وكتجي غزاله وعاطيه للعين، وحتى المنظر كيجي ديال القصريه زويون متيول. صافي هنايا راكم عارفين ضروري كسكسو خصو يتحط سخون ما يتعطلش. انا غادي نضيف التفايه ديالي. التفايه شوفوا كيفاش كتجي في الاخر، كتجي معسله ومعلكه تبارك الله، واهم حاجه انها كتجي بنينه. ضروري تضيفوا لها دوك جوج مغرفات ديال البلول من البرمه. وسمحوا لي ما قلتش لكم راني ضفت ليها حتى واحد شويه ديال المسكه الحره، حتى هي كتعطيها اللذه وكتعطيها ديك التعليكه. وهنايا واحد شويه ديال لي زاموندي فيلي حمرتهم في مقيله حتى كنت كنسكي، درتهم تحمروا. وهنايا المزيودات ضروري كسكسو مع انا بعدا كسكسو عندي ضروري يكونوا فيه مزيودات. وهذه هي الحطه ديالنا تبارك الله الحمد لله، كل واحد خير في دارو. اللهم اديما نعمه وحفظها من الزوال. طيب ديال الديسير ديالنا.
وهنا غزاله ديالي بغيت نبارطاجي معكم الطبيله، يعني لو روندو فينال ديال الطبيله ديال الكوتي ديالنا والشكل النهائي سمحوا لي الشكل النهائي ديال لي ميني كيك ديالنا. حتى هذا البلاطو ديال لي ميني كيك راه انا اللي وجدته، صراحه كيجيو زوينين واقتصاديين. بيضه وحده كتعطيك واحد الكميه زوينه لا باس بها، والتزيين كتلعبوا عليه باش كتجي داك الشيء تبارك الله في المنظر غزال، ولكن اكيد حتى المذاق خصو يكون زوين. وهذا الشيء اللي كاين الغزالات ديالي. كانت هذه الطبيله ديال الكوتي ديالنا، لي ميني كيك اللي بارطاجيت معكم، شويه ديال دوازاتاي ولي ميني كيك الاخرين راه غادي نبارطاجيو معكم ان شاء الله في اون فيديو اللي تكون قصيره، يعني شورت في يوتيوب. فما تنساونيش من الدعم ديالكم، ولا كنتي تفرجتي وصلتي في الفيديو حتى لهنايا فما تنسايش انك تنزلي تضغطي على اللايك وزر الاشتراك بالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناوش لاشين ديالنا. واكيد ما تبخلوش عليا بلي كومونتير زوينين ديالكم اللي كيحفزوني كيشجعوني وكيعطيوني طاقه ايجابيه في اني نستمر. هنايا بغيت نبارطاجي معكم لي ميني كيك، بغيت غير نقول لكم غير سقيوهم مزيان، ما تخافوش منهم، راه تبارك الله كيشربوا. وهاد لا كريم راه كتجي تري ليس ولذيذه، غير جربوها على حسابي.